في البيع. كان هو حلاق وكتبها ومن بعد وضعها في الجدار ومن ثم أصبح أبو القصة العربية. السعي. الأرض أجدبت وجفت مياه الربيع، ماتت الأعشاب وانتحرت شجرة الشيح، كريحة المراعي حزين الشيخ الراعي، ذلك البدوي الفقير كم يعذبه وهو يرى شويهاته الهزيلة تلملم أطراف الوادي، متمددة تشتر بقايا الحلفة اليابسة حالمة بأكوام التبن والشعير، فيعود كل مساء اليوم بهيكله متعب إزاء خيلته البالية يرقب الأنواء والقمم العالية، عله يرى سحابة كخيلته السواد تتهادى وتنساب قطراتها وتسري في كل الأرجاء، تروي الثرى وتملأ المصدات ماء غدير، تبلل بقايا عشق يشكو لفحة الهجير وخلسة لبث السواد كل الفضاء في شغفه، أبرقت السماء وسبح الرعد بحمد ربه، الشيخ يبتهج سخات النظر، يهرع للشياه قبل أن تتحول القطرات إلى شلال، يسوقها ويهش عليها بالعصا، يدخلها على غير عادتها في لب البصر، ينقذها من المطر لكن لم يكن في مقدوره إنقاذ وحيده من الساعقة التي لا تجوز أن تسقط من السماء سقطة رعد شديد بعدما سئلت التنار خلف مزة بريئة ناعمة من طفل لا ذنب له، فأصابته ابتقاها حين صدمته وهو محتم بشجرة السدرة المجاورة وببراءة يشاطر الأرض عرسها بالمطر، فدسته بركان رمادها وبعد الفاجئ حبس المطر، لكن دموع الفقير ظلت منهمرة وهو يخرج مصابه بمفرده جثة هامدة بل أشلاء تشمئز لها النفوس، وهو يلملمها بحسرة وأسى متمنيا من خالقه لو أجل الغيث إلى حين. وشكرا لكم.